ايه وضع كليه الطب البشري دلوقتي في مصر ما بين الكليات الثانيه؟ وايه هي حقيقه ان انت هتقضي عمرك كله في الدراسه وهتشتغل في ال40 وبعد ما الشعره البيضاء تطلع؟ خد العيش بقى من خبازه واعرف الخلاصه، علشان ظهر ناس دلوقتي متوحده بتقلل من كليه الطب علشان تكبر المجال بتاعها. طيب ايه هو وضع كليه الطب؟ تعالوا نقسم كلامنا لكام جزء. اول حاجه دراسه الطب كعلم انت هتاخده، دراسه الطب كمجهود ووقت هتقضيه من 19 ل 23 سنه، دراسه الطب كمكانه وسط اهلك، وسط اصحابك اللي انت ما دخلتش معاهم طب، وسط اصحابك اللي انت عرفتهم بعد ما دخلت كليه الطب. طيب وضع كليه الطب في مصر هقولها بعد ما اقول لك يعني ايه دراسه الطب الاول. اول حاجه يعني ايه دراسه الطب كعلم انت هتاخده، مش كمجهود ولا اي حاجه، انا بتكلم كعلم. اولا وقبل اي حاجه كلنا عارفين ان دراسه الطب هي من احسن الكليات اخلاقيا ومهنيا وانبل الكليات. ايه اكتر من الانسان تحافظ عليه؟ انا مش هتكلم كتير عن الجزء ده، لان الامام الشافعي رحمه الله عليه كان بيقول: لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من دراسه الطب، الا ان اهل الكتاب قد غلبونا عليه. يعني كان متلهف جدا على الناس المسلمين اللي ضيعوا دراسه الطب. يعني مثلا لو هنقسم دراسه الطب كده لثلاث اتلات، فالمسلمين بيدرسوا تلت وغير المسلمين بيدرسوا تلتين. فديت حاجه كانت مزعله الامام الشافعي جدا ايام زمان. طيب ننقل على حاجه ثانيه، دراسه الطب كوقت انت بتقضيه من 19 ل 23 سنه. خلينا متفقين في الوقت ده انت بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتدرس يا اما بتشتغل. فلو هتدرس كمل الفيديو للاخر، لو بتشتغل الله يعينك. فلو انت بتدرس يا اما بتدرس طب او بتدرس حاجه ثانيه، فلو بتدرس طب فكمل الفيديو للاخر علشان تعرف باقي الكلام اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو اللي انا معرفوش فلسه هتكلم اهو. خلاص ربنا كرمك بالمجموع اللي انت هتخش بيه كليه الطب، وخلاص دخلت كليه الطب واتقبلت. تعالى بقى انت حطيت رجلك فقابل بقى اللي هتسمعه مني. خلاص احنا اتكلمنا عن دراسه الطب كعلم، تعالى بقى ننقل عن الحاجه الواقعيه اللي كل الناس بتتعايش معاها دلوقتي، دراسه الطب كمجهود. وهل هو فعلا ان انت لو دخلت دراسه الطب هتعزل نفسك عن اللي حواليك، وهتعزل نفسك عن الخروجات، وهتعزل نفسك عن صحابك، وهتعزل نفسك عن الدنيا كلها؟ عايز اقول لك ان الكلام ده نصه صح ونصه غلط. ازاي؟ هو بيعتمد على مجهودك وذكائك في التعامل مع الدراسه. يعني لو حاطط في دماغك ان انت خلاص دخلت كليه الطب فهتعزل نفسك بقى وهتشتغل جو الكآبه، وهتقعد وتمسك الورقه والقلم وتقعد تحفظ، وتيجي ويجي لحد يقول لك تعالى كل معانا تحط لك الاكل تحت الباب. لا خالص، الكلام ده كان في ثانويه والحمد لله ربنا كرمنا عليه. فما تسمعش كلام حد هيقول لك ان انت الطب دوت هياخد منك عمرك كله، والطب ده هيعزلك عن الناس وهيعزلك عن اللي حواليك. هو هيعزلك بس فتره الامتحانات، وفتره الامتحانات ديت هتختلف بس باختلاف الجامعه اللي انت هتروحها. يعني مثلا جامعه الزقازيق بتطول شويه في الامتحانات، جامعه القاهره بتخلص بسرعه، جامعه عين شمس بتخلص بسرعه، في جامعات كتيره بتخلص، بس ديت بتختلف على حسب الجامعات وعلى حسب نظام كل سنه، لان النظام بيتغير كتير يعني. طب ايه هو المجهود اللي انت عايز تبذله في الطب علشان تنجح وعلشان تبرز نفسك وعلشان تحقق هدفك في دراسه الطب؟ عايز اقول لك بس حاجه، ان انت لو دخلت كليه الطب من غير هدف فحول لكليه تجاره. كليه الطب ليها هدف، ان انت هدفه معين، ان انت تعالج الناس، ان انت تساعد الناس، ان انت ترسم الابتسامه على وجه المريض. يعني مثلا كان في موقف، المريض داخل على طبيب بيقول له: اليوم ده بالنسبه لك عادي بس بالنسبه لي مش عادي، بالنسبه لي انت تغير حياتي. كان مريض داخل عمليه ايا كانت العمليه، ده عمليه قلب، عمليه اي حاجه، فالطبيب عادي بيمارس حياته، بيمارس اليوم عادي، المريض جاي يزوره وبيعالجه وخلاص. الطبيب يوم عادي بالنسبه له، اما المريض فاليوم ده بيقف عليه حياته كلها. انت قرر بقى، انت هتخش كليه الطب بهدف ايه؟ طيب نرجع لموضوعنا. احنا دلوقتي اتكلمنا عن جهد كليه الطب، فجهدك في دراسه الطب بشكل عام بيعتمد على ذكائك وتعاملك مع الوقت. فانت لو هتبدا السنه بشكل منظم وهتعرف ترتب اولوياتك، التشتيت هو اكبر عقبه في بدايه السنه. اللي هيقول لك تعال ناخد كورسات، واللي هيقول لك دراسه الطب اللغه الانجليزيه بتاعتها صعبه، يعني التشتيت هيبقى على قفا من يشيل. طيب من وسط الكلام دلوقتي، هل الانجليزي اللي انت دلوقتي كنت بتدرس طول حياتك بالعربي، هل الانجليزي هي عقبه او مشكله كبيره ان انت هتواجهها في دراسه الطب؟ عايز اقول لك ان انت هتواجهها اول شهرين بس، والله اول شهرين بس هتواجهها، ودلوقتي هتتمنى ان انت تكمل حياتك كلها بالانجليزي. لان في الطب الشرعي هتذاكر بالعربي، هتذاكر كل اللي انت ذاكرته الطب دوت في الطب الشرعي هتذاكره بالعربي، وهتتمنى ان انت تذاكر بالانجليزي، لانك مش هتعرف تذاكر غير بالانجليزي، لانك هتتعود وهتعرف تترجم. حتى لو الكلمه مش عارفها هتعرف تتعامل معاها وهتعرف تترجمها وهتعرف تشتغل وهتعرف تدوس، كل حاجه هتبقى تمام. دراسه الانجليزي، دراسه الطب بالانجليزي ما كانتش عقبه خالص، وانا كنت شايفها عقبه في اول السنه. بعد شهرين من دراسه الطب عادي
بقيت اقرا واعمل واكتب بالانجليزي، ما بقيتش اعرف اكتب بالعربي اصلا. ننقل على اهم حاجه وهي مكانتك وسط اللي حواليك، واللي حواليك دول هم اهلك، اصحابك اللي انت ما دخلتش معاهم طب، صحابك اللي انت عرفتهم بعد ما دخلت طب. اهلك هيعاملوك من اول ما انت دخلت طب كطبيب، يعني خالتك هتيجي تقول لك تعالى شوف لي العيل من صباحيه ربنا سخن، وهنا في الوقت ده الصمت ابلغ مليون مره من الكلام. فهنا لو عندك خلق ان انت تفهمهم ان انت لسه ما درستش حاجه، وان انت لسه اصلا اسمك طالب، وان انت اصلا ممكن لحد سنه 5 ان انت ما تعرفش تعالج، هو اصلا ان انت هتعرف تبدا تعالج وهتعرف تتعامل مع المريض في الامتياز اللي هم السنتين اللي انت هتمارس بيهم مهنتك، ان انت هتنزل المستشفيات وهتتعامل بيهم مع المرضى. هنا هتعرف تبدا تتعامل مع اللي حواليك، ولو حد مثلا قال لك ان الضغط بتاعي واطي، الضغط بتاعي عالي، هتعرف تتعامل معاه ازاي وهتعرف ترد عليه، هتعرف توجهه صح. فانت لو عندك خلق تعرف تفهمها ان انت لسه ما درستش حاجه، فهمها. وعلم الطب عند الامهات ممكن يغلب علم الطبيب نفسه. طيب دلوقتي ننقل على حاجه تانية مهمه جدا، وهي مكانتك كطبيب او كطالب للطب من اول ما دخلت طب لحد ما تتخرج. مكانتك وسط اصحابك اللي انت ما دخلتش بيهم طب. هنا لازم تحكم عقلك، وهنا لازم انت اللي تختار مين اللي هتصاحبه ومين اللي مش هتصاحبه، ومش تبعد عن حد بمجرد ان انت دخلت كليه الطب، لان في ناس كتيره جدا احسن منك واخلاقهم احسن منك ما ينفعش تبعد عنهم. انت كطالب طب زيك زيهم، اتعامل معاهم واخرج معاهم والعب معاهم، بس في نوعيه من الناس لازم تبعد عنهم اول ما تخش كليه الطب، اللي هم هيقعدوا يحقدوا عليك، اللي هم هيقعدوا يبصوا لك من بعيد ومش هيتعاملوا معاك، اللي هيقابلوك في الشارع ومش هتسلم عليهم، دول ابعد عنهم احسن لك. وهيكون صعب شويه بس ابعد عنهم. مكانتك وسط الطلبه او وسط اصحابك اللي انت عرفتهم بعد كليه الطب. هنا هتقابل ناس 100 نوع. هتقابل الناس اللي بتكلمك انجليزي واللي تحسسك ان هم ركبوا الصاروخ في الطب، وان هم عارفين اللي انت ما تعرفوش، وان هم بداوا يذاكروا من الاجازه وهم اصلا ما يعرفوش حاجه وانت زيك زيهم. عايز اقول لك ان انت اول ما تخش كليه الطب انت واصحابك كلكم هتبقوا على عتبه واحده، والشاطر اللي يسبق. فاللي هيقابلك ويقول لك كلامك بقى بالانجليزي، واللي هيقول لك ان مصطلحات طبيه انجليزيه عارفها من يوتيوب او عارفها من اي مصدر تاني زيك زيه، انت ماشي. امال المناهج اتحطت ليه؟ المناهج اتحطت علشان تنظم حياتك وتنظم علمك اللي انت هتدرسه. يعني مثلا اكيد مش هتدرس في اول سنه جراحه، هو هتلاقيه يقول لك مثلا جراحه القلب المفتوح تعتمد على، ويقول لك بقى بالانجليزي. انت زيك زيه، تحاول تنقي ناس تشجعك على المذاكره وتشجعك مثلا وتقول لك وتنصحك وتقول لك ان انا مثلا هشتري كورس وهقول لك ان انا مثلا هبدا كذا وهبدا اناتومي، هبدا فيسيولوجي على حسب الماده اللي هتبداها. يشرح لك جزء انت مش فاهمه، انت تساله يقول له مثلا الجزء ده واقف قصادي اسمع مين. الناس دي بتساعد بعضها وكلكم في دايره المنفعه، كلكم بتنفعوا بعض. فالناس ديت حاول تصاحبهم وحاول تحافظ عليهم، لان دول اللي هيفيدوك طول فتره الدراسه. اخر حاجه انا عايز بس اوجه للناس اللي بتقلل من كليه الطب. انت بتقلل من كليه الطب علشان تكبر من مجالك، ومعروف دلوقتي ايه هو المجال اللي بيقلل من كليه الطب علشان يكبر من نفسه. يقول لك مثلا الطب ده بقى مفهوم قديم، وان انت هتقعد تذاكر وتدح وتعمل ومش هتطلع فلوس. انا عايز اقول لك ان انت لو دخلت الطب من غير هدف صدقني ما لهوش لازمه. فحاول لما تخش كليه الطب تحكم عقلك طول الدراسه، وحاول تصبر على قد ما تقدر، وحاول ان انت تدعي ربنا كتير ان ربنا يعينك، علشان مفيش اغلى من الانسان. ربنا وكلك امانه الروح في ايدك، وكل شيء بيد ربنا طبعا، بس خلاك سبب ان انت تعالج بيها ناس ومرضى كتير. لان زي ما قلت برضو ان المريض مثلا هيخش لك هيقول لك انت كطبيب بتعالجه اليوم بالنسبه لك يوم عادي، بس بالنسبه لي يوم هيغير حياتي كله. بمعنى ان الطبيب هيمارس مهنته عادي في اليوم ده، اما المريض فهو هيخش يقول لك مثلا لو داخل على عمليه كبيره فيها ان انت ممكن تموته، او ممكن تحييه، او ممكن تدخله بشلل رباعي، او ممكن تدخله بعاهه مستديمه. فالمريض بيخش قلقان ومتوتر. فانت باخلاقك ومهنتك وخبرتك في الدراسه كلها ان انت تقلل منه التوتر، وان انت ترسم سعاده على وشه، وان انت تحاول تطمنه وتحاول تعالجه بابسط الطرق، وتحاول تبسط له الامور كلها. فدوت هدف الطب وهدف الطبيب. انت بتدرس اول حاجه مش عشان الفلوس، انت اهم حاجه بتدرس علشان ان انت تاخد علم. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. انت تاخد علم، بتدرس علم على حسب وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتدرس علم ان انت عايز تاخد اجر وثواب العلم اللي انت بتاخده، والمجهود اللي انت بتدرسه، والمجهود اللي انت بتحطه في الدراسه، والمجهود اللي انت بتقابله، وان انت مثلا تعالج ناس، او مثلا تقيس ضغط الناس، او مثلا تطمن ناس.
دوت ليها اجر كبير والله العظيم، ثوابها كبير جدا وبتعود عليك في الدنيا والاخره. واللهم لا علم الا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. سبحانك رب خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى.